انا اعرف ان واحد يموت محروق، يموت غريق، يموت مطعون حتى، انما واحد يموت التلات موتات مع بعض؟ لا. ومين ده؟ سلطان مصر. ازاي سلطان انتصر على اعظم حملة صليبية في زمنه وكمان يؤسر ملك فرنسا وبعد ايام يتقتل على ايد رجالته؟ ايه اللي يخلي جيش كامل ينقلب على القائد بتاعه وهو لسه خارج من نصر تاريخي؟ هل توران شاه خان اللي حواليه ولا اللي حواليه هم اللي خانوه؟ ولا يمكن كان ضحية غروره؟ توران شاه ابن السلطان الصالح نجم الدين ايوب اللي كان اخر سلاطين الدولة الايوبية في مصر واللي حياته انتهت مطعون ومحروق وغريق كمان. يا ترى مين اللي قتله وليه قتله؟ خليك معايا للاخر علشان تعرف اصل الحكايه. في سنة 1249 ميلادية كانت الحملة الصليبية السبعة بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع داخلة على مصر بكل قوتها وقدرت فعلا تحتل مدينة دمياط وتهدد قلب القاهرة. وفي اللحظة المرعبة دي والجيش المصري في حالة استنفار بيموت السلطان الصالح نجم الدين أيوب. وهنا الدنيا كانت ممكن تنهار أكتر لولا ذكاء وشجاعة شجرة الدر اللي هي مرات الصالح نجم الدين أيوب. شجرة الدر خدت قرار مصيري وأخفت خبر الوفاة تماما عن الجيش وعن الشعب كمان عشان الروح المعنوية ما تقعش والبلد ما تضيعش. وبعتت في السر تجيب ابن توران شاه اللي كان بعيد جدا في حصن كيفا اللي موجود دلوقتي في شرق تركيا. وفعلا توران شاه وصل مصر في وقت كان الأصعب والأنسب في نفس الوقت واستلم عرش أبوه وهو مهدد بالضياع. بس كان حظه حلو انه ورث جيش قوي جدا ومنظم بقياده المماليك البحريه اللي كانوا هم القوه الضاربه في الجيش المصري في الوقت ده. وفي شهر فبراير سنه 1250 ميلاديه مسك توران شاه القوات المصريه والمملوكيه وبالتنسيق مع شجر الدر قدروا يحققوا انتصار ساحق على لويس التاسع في معركه المنصوره لدرجه انهم اسروا الملك لويس التاسع نفسه وحبسوه في دار ابن لقمان. وبكده توران شاه دخل التاريخ من اوسع ابوابه وحقق اعظم انجاز عسكري كان ممكن اي حد يحلم بيه في الفتره دي. لكن للاسف الفرحه ما كملتش لان توران شاه اول ما حس انه بقى قوي ومتمكن بدا الغرور يركبه وبدا ينسى مين اللي واقف جنبه ومين اللي حمل عرش في غيابه. وبدل ما يشكر شجر الدر ويقدر دور المماليك اللي هم اصلا كسبوا الحرب بدا يعاملهم بجفاء وقله تقدير وبقى يطالب شجر الدر بفلوس ابوه بطريقه مهينه جدا وبدا يهدد قاده المماليك زي بيبرس واقطاي بالقتل والعزل والنفي وبقى يجيب ناس معاه من الشام علشان يحلوا محل المماليك اللي هم اصلا القوه الفعليه في البلد. والمماليك طبعا حسوا ان حياتهم في خطر وقرروا انهم لازم يتحركوا قبل ما هو يتخلص منهم. وفي يوم 2 مارس سنه 1250 ميلاديه وبالتحديد في منطقه فارسكور قرب دمياط كان توران شاه بيحتفل بانتصاره في خيمته. فجاه المماليك بقياده بيبرس اقتحموا عليه المكان وبداوا بالهجوم. بيبرس ضربه بالسيف ضربه قويه وقطع له صوابعه وتوران شاه وهو جريح قدر يهرب منهم وجري وحاول يستخبى في برج خشب عالي كان مبني جنب النيل. لكن المماليك ما سابوهوش وحاصروا البرج من كل ناحيه وولعوا فيه كمان فما بقاش قدامه غير انه يرمي نفسه في النيل وهو محروق ومصاب علشان ينجي نفسه من النار. ولما نزل الميه المماليك فضلوا وراه ولحقوه في الميه وسحبوه للبر وقطعوه بالسيوف لحد ما مات. ومات توران شاه بأبشع نهايه ممكنه لاي حاكم. مات وهو جريح من ضربه السيف ومحروق من نار البرج وغرقان في ميه النيل وكمان مقتول ومتقطع بالسيوف. وبعد ما قتلوه سابوه مرمي على الارض واقسموا ان مفيش حد يدفنه كنوع من الاذلال والاهانه لحد ما شجره الدر اتدخلت في السر وامرت بدفنه. وبموت توران شاه اتقفلت صفحه الدوله الايوبيه في مصر للابد وبدات صفحه جديده وهي عصر دوله المماليك اللي حكمت مصر مئات السنين. وبقت شجره الدر هي الحاكمه لفتره قصيره قبل ما تتجوز عز الدين ايبك اللي بقى اول سلاطين المماليك. ودي كانت قصه توران شاه اللي الغرور عماه ووصله لنهايه خلت العالم كله يتكلم عنها لحد النهارده كاصعب نهايه الحاكم في تاريخ مصر. توران شاه ما ماتش بالسيف والنار والميه، توران شاه مات بالغرور. سقط لان تخيل ان التاج اللي على راسه هيخليه اقوى من الناس اللي ثبتوا التاج ده بايديهم. وانتهت بموته الدوله الايوبيه وبدات دوله المماليك اللي غيرت شكل المنطقه لقرون. القصه مش بس عن ملك اتقتل، القصه عن لحظه بيفقد فيها الحاكم اتصاله بالواقع وبيركبه الغرور فبيتحول النصر العظيم لابشع نهايه ممكن يتخيلها البشر. انا عايزك تكتب لي في التعليقات تفتكر لو كان توران شاه احتوى المماليك كان تاريخ مصر هيبقى عامل ازاي؟ وفي اللحظه المرعبه دي وبقت شجره الدر هي الحاكمه لفتره وبقت شجره الدر هي الحاكمه لفتره قصيره قبل ما تتجوز عز الدين ايبك. وتوران شاه وهو جريح قدر يهرب منهم وجري. كده توران شاه دخل التاريخ من اوسع ابوابه وحقق اعظم انتصار وبالتنسيق مع شجر الدر قدروا يحققوا انتصار ساحق على. انا اعرف ان واحد يموت محروق، يموت غريق، يموت مطعون حتى. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة واستناني في اصل الحكاية الجاية.